السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني كتير، وعيد سعيد عليكم، وان شاء الله السنة الجاية كده نكون كلنا متجمعين كده على جبل عرفة. النهاردة بقى حبيت اعمل معاكم من الغدا بتاعنا كده، يكون غدا مش تقيل، يعني زهقنا بقى في رمضان من اللحمة والفراخ والسمك. فقلت كده نعمل أكلة سريعة وسهلة كده وحلوة. زي ما انتوا شايفين كده عملنا مع بعض البيتزا، شايفين طريقة قد ايه، والجبنة سايحة وبتمط وحلوة جدا. تعالوا بينا نشوف عملنا البيتزا الجميلة دي ازاي وايه مقاديرنا. اول حاجة هنسمي الله كده، ومعايا كده كمية دقيق. بصراحة انا ما عايرتش الدقيق، انا حطيت كده بالبركة. بس انا عجنت كمان كمية زي دي، يعني بعد ما عجنت ديت عجنت شوية كمان قدهم كده. يعني قولي حوالي 2 كيلو من الدقيق. اول جزء كده من الدقيق اللي هو اللي قدامنا ده، حطيت عليه كده معلقة كبيرة من الملح، ومعلقة من البيكنج باودر، وكيس كده من الخميرة الفورية، وربع كوباية من الزيت. انا هنا استخدمت نص كوباية من الزيت، بس حطيت ربع كوباية في الاول وربع الكوباية التاني في اخر العجينة. هقلب كل المواد الجافة دي كده مع بعضها. كمان البيكنج باودر هنا يا جماعة بيخلي العجينة معاكي طرية، يعني بعد ما تسوي البيتزا بتاعتك بتفضل معاكي طرية كده للآخر، مش تنشف منك يعني كده. وحطيت معايا كمان معلقة كبيرة من الزعتر، واهم حاجة الزعتر عشان هو اللي بيدي ريحة وطعم حلو قوي للبيتزا. العجينة على كده بقى ممكن تعجنيها بمية، لكن انا لقيت متوفر عندي شوية لبن كده من اللبن البقري، فبقيت اضيف كده نص كوباية من اللبن عليها نص كوباية من المية. عجنت العجينة. انا هنا كنت بحط معلقة كبيرة من الزعتر. انا هنا بقى هشيل المعلقة وهبدأ ان انا اعجن العجينة كده بايديا. العجينة ديت اخدت معايا حوالي كده كوبايتين ونص من اللبن على المية. انا زي ما انا قلت لك كده، انت ممكن هي بتتعجن بمية، يعني لو انت ما عندكيش لبن هتعجنيها بمية. اخدت معايا كوبايتين ونص من اللبن على الميه لحد ما وصلت معايا بالشكل ده. العجينه لازم تكون بتلزق معاكي كده، بس بتكون بتلزق خفيف جدا. استخدمت ربع كوبايه زيت كمان وانا بلم العجينه، يعني خدت العجينه دي خدت معايا نص كوبايه من الزيت. همسح بقى وشها كده بمسحه بسيطه من الزيت، وهغطيها كده بكيس نايلون وبفوطه مطبخ، واسيبها لحد لما تختمر معايا. علشان بقى نجهز صوص البيتزا، طلعت كده كيس من الصلصه اللي انا كنت مخزناها في الفريزر، كنت سايباه معايا يفك. حطيت عليه كده ملح، معلقه صغيره من الملح ومعلقه من السكر ومعلقه برضو من الزعتر. اهم حاجه الزعتر هو اللي بيدي للبيتزا ريحه وبيخليها طعمها حلو، سواء في العجينه او في الصوص بتاع البيتزا. وحطيت شويه كده من الفلفل الاسود وشويه من الكمون، وحطيت كده معلقه من صوص الباربيكيو، بس اللقطه ديت ما جاتش. ومعلقتين كده من الزيت، ورفعتهم على النار وسبتهم لحد لما وصلوا معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اللون احمر جدا وحلو وريحته حلوه، وصوص الباربيكيو بيدوله طعم التدخين كده وطعمها جميل جدا، وريحه الزعتر فيها رهيبه. علشان بقى الحشوه بتاعتي معايا كده كيلو من صدور الفراخ، انا مقطعاه كده مكعبات صغيره زي ما انتوا شايفين. ده كيلو صدور فراخ، كانت فراخ مخليه يعني، عندي كانوا كيلو. احب بقى حبيت ان انا اتبله كده بدل ما احطه في طاسه وارجع احط عليه التوابل. لا، حبيت اعمل الخطوه ديت سهله وبسيطه وحلوه يعني، وبتديني طعم حلو. حطيت عليه كده معلقه كبيره من البابريكا، ومعلقه ملح وبهارات فراخ وفلفل اسود وسبع بهارات وكمون، وبرده معلقتين كبار كده من الباربيكيو صوص، ومعلقتين من الزيت. كترت شويه في توابل الفراخ عشان تديني ريحه ولون حلو. هقلبهم كده بقى مع بعضهم شويه، وحطيت كمان عصير ليمونه. قلبتهم كده مع بعض كلهم كويس زي ما انتوا شايفين كده. بجد انتوا ممكن تسيبيهم كده يتبلوا كده مع بعض لمده ساعه ولا نص ساعه، لكن انا استخدمتها على طول. رحت على النار كده، تكون النار بتاعتي عاليه، وجبت طاسه وحطيت فيها بس معلقه واحده من الزيت، لان احنا حاطين على الفراخ زيت. فحطيت بس معلقه واحده من الزيت، وسبت الطاسه بتاعتي كده تسخن. انا عاوزاها تسخن قوي علشان لما انزل الفراخ تاخد الصدمه كده وما تنزلش اي ميه خالص. انا هنا حسيت ان الفراخ هتبقى كتير كده على الطاسه، وهتنزل الميه اللي فيها وهتغيب معايا شويه، فقلت هعملها على مرتين. نزلت الفراخ كده في الطاسه سخنه قوي،
وما قلبتهاش، فردتها كده وما تقلبهاش خالص الا لما تاكدي ان هي اخدت لون كده من تحت او غيرت كده، تبداي ان انت تقلبيها، علشان احنا مش عاوزينها تنزل الميه اللي فيها، علشان ما تبقاش تعض معانا كده وقت الاكل وتبقى ناشفه، ووقت الاكل تعض كده زي الفراخ المسلوقه. لا، احنا عاوزينها تبقى جوسي كده وطريه وحلوه. جبت طاسه تانية كده برضو، حطيت فيها معلقه من الزيت وسبتها برضو تسخن علشان انزل فيها بكميه الفراخ التانية. بجد الريحه رهيبه جدا، وصوص الباربيكيو ده مديلها ريحه وطعم خطير جدا. جربوا الطريقه دي كده في تحضير الشاورما او الفراخ او اي حاجه يعني انتوا هتعملوها تتبلوها. نزلت بقى بكميه الفراخ التانية في الطاسه دي، وحسيت ان هنا الفراخ كتير شويه، فبقيت انقل كده شويه في الطاسه دي. مبقلبهاش خالص عشان مش عاوزاها تنزل الميه اللي فيها زي ما قلت لكم، عشان ما تبقاش ناشفه معايا وقت الاكل. انا كنت ببدل معاكم ببدل كده الطاسات كل شويه علشان اوريكم بس الطاسه اللي انا عملتها الاول لونها غير، وشايفين شكلها بقى عامل ازاي، وما بقلبهاش كتير. زي ما انتوا شايفين كده، ايد هنا وايد هنا، لحد لما الفراخ استوت معايا. غطيت عليها كده وسبتها لحد لما استوت، وحطيتها كده بقى في طبق عشان تبرد. وهنا العجينه بتاعتي كانت بسم الله ما شاء الله اختمرت معايا كده بالشكل ده، وريحه الزعتر فيها رهيبه. جهزت معايا الحشوه بتاعتي اللي هي عباره عن فلفل كده انا مقطعاه شرايح رفيعه، وكمان طماطم شايله القلب بتاعها، وكمان زيتون كده انا خليه في البيت، وصوص البيتزا واخد لون وريحه حلوه جدا، وكمان الجبنه الموزاريلا انا معايا ماكس جبن. هبدأ بقى اجيب الصواني بتاعتي. كمية الدقيق ديت انا عملت العجينة ديت، ورجعت عجنت عجينة تانية، يعني حوالي 2 كيلو من الدقيق عملوا معايا 4 بيتزايات مقاس 30 وبيتزايتين مقاس 24. بفرد العجينة كده في الصينية من غير ما ادهن الصينية اي حاجة، وبعدين بعمل البيتزا كده حرف عشان الحشوة ما تخرجش بره العجينة، وكمان بخرمها كده بالشوكة علشان ما تقبش معايا وقت التسوية. اول لما بدأت اجهز كده في البيتزا، شغلت الفرن بتاعي عشان لازم البيتزا تخش على درجة حرارة عالية، او الفرن يكون سخن جدا علشان هي متاخدش وقت في الفرن خالص. البيتزا ما تقعدهاش في الفرن اكتر من 10 دقايق علشان ما تنشفش معاكي، عايزينها تبقى طرية كده وحلوة. بدأت كده ان انا احط صوص البيتزا وادهن كده بالفرشة، وادهن برضو الحروف اللي انا عملتها دي، واحط بقى الحشوه. اهم حاجه ما تكونش الحشوه سخنه، واهم حاجه برضو صوص البيتزا ما يبقاش سخن، لازم يبرد معايا زي ما انتوا شايفين كده. هوزع بقى الحشوه بتاعت الفراخ. وحشوه الفراخ يعني انت ممكن تحشي اي حاجه انت بتفضلها، ممكن تحشي سوسيس او سجق او لحمه مفرومه او جبن بس او خضار زي ما تحبي يعني. وبحط بقى الفلفل والطماطم كده عشوائي، ما برصش او بزين يعني. وخلي تقطيعة الفراخ بتاعتك تبقى صغيرة علشان تتوزع معاكي بكل سهولة كده على وش البيتزا. والطماطم برضو اهم حاجة تكوني شايلة القلب بتاعها علشان ما تخليش العجينة بتاعتك تبقى طرية ومعجنة كده. كتري بقى جبن زي ما تحبي. والله طعمها كان جميل جدا وطرية. معلقة البيكنج باودر دي بتفرق جدا في العجينة، بتخليها في الاخر معاكي بعد ما تطلعوها من الفرن تبقى طرية وما تنشفش معاكي كده، مش تسيبيها مثلا شوية وتلاقيها نشفت وكده، لا كانت طرية جدا، واخده لون حلو من تحت، وطعمها كان تحفه، وريحتها كانت فظيعه وهي في الفرن. دي تاني واحده كده انا بعملها معاكم اهي بنفس الطريقه برضو. واحط الزيتون كده فوق الجبنه. دخلتها بقى الفرن على درجه حراره عاليه زي ما قلت لكم، ما اخدتش معايا غير هما 10 دقايق بالظبط في الفرن. شايفين بقى واخده لون حلو جدا من تحت. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، متنسوش بقى لايك وشير لو الفيديو عجبكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامه.